نقيب صباح الخير، احنا اليوم موجودين في ساحة القصبة. اليوم يوم تاريخي بالنسبة للصحفيين التونسيين. أول تحرك وطني قمنا به في انتظار تحركات أخرى. مطالبنا واضحة، طلبناش زيادة في الشهرية، طلبنا كل ما طلبنا توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في تونس. كل ما طلبناه حقنا في بطاقة الصحفي المحترف، حقنا في الامتيازات اللي أقرتها قوانين الدولة، تمرير القوانين الأساسية، أيضا الكف على هرسلة الصحفيين بالمرسوم 54 وتطبيق المرسوم 115، إطلاق سراح الصحفيين المساجين أيضا، والكف عن هرسلة المؤسسات الصحفية المستقلة، باعتبار أنه صارت إغلاق مؤسسات صحفية وهي سابقة تاريخية في تاريخ تونس. اليوم التحرك هذا نقيب جاء بعد محاولات للتواصل مع رموز السلطة. استنفذنا كل الحلول من مراسلات، من اتصالات، واللي لقيناه بلا مبالاة من طرف السلطة السياسية ما لقيناهش في حياة أعمارنا. والواضح أنه السلطة السياسية الحالية تتعامل مع الصحافي كجسم وسيط في حد ذاته، وهذا ما نرفضه. نحن بالنسبة لنا نعتبر نفسنا سلطة مضادة لكل السلطات، ونرفض أن يتم حرماننا من بطاقة الصحفي المحترف، مثلما نرفض أن يتم تهديدنا بموجب المرسوم 54 وقوانين زجرية مثل مجلة الاتصالات تاع قانون بن علي، في وقت أن الدولة التونسية ورئيس الجمهورية في خطابه الرسمي يرفع شعارات الثورة المركزية من شغل وحرية وكرامة وطنية. هناك غاب الشغل في القطاع، حضرت الهشاشة وحضرت الانتهاكات، غابت الحرية فحضرت سجون، وغابت الكرامة فحضر التنكيل. هذه اليوم صرخة غضب في انتظار صرخات أخرى. نحن لازلنا موجودين اليوم، ما لا يقل على 200 صحافي تواجدوا اليوم، وهو عدد محترم نظرا لعددنا صحفيين ما يتزاوجش 2000 اليوم التحرك هذا ما هو إلا بداية، في انتظار أنه يتم إصلاح الأمور، وانتظار أنه الدولة تتحمل مسؤوليتها، باعتبار أنه نحن زملاء اليوم كل من طالبوا الدولة باحترام القانون. هذا العبث اللي وصلنا له اليوم. بطاقة صحفي المحترف هي من أبرز المطالب اليوم اترفعت. فما ناس اليوم صحفيين، نشوفوا اليوم في صحفيين مهمشين، نشوفوا في صحفيين يعانيوا في البطالة. ما نعرفش التحركات القادمة باش تكون باسم شنية؟ هي تقريبا نفس المطالب منذ عشرات السنين. لو شفتوا شعارات هي بيدها عندها تقريبا 7-8 سنين، لكن اليوم فما تكتلت علينا كل هذه الوضعية. اليوم يراد لهذا القطاع أن يموت ويحتضر، ويراد للصحافة الجادة والجدية أن تموت وتحتضر، ويراد للصحفي أن يندثر. لكن نحن هنا موجودون، كنا موجودين في السابق، تواجدوا أجيال في السابق وناضلوا، ناضلنا نحن صغار ناضل. اليوم هناك جيل خلط عليهم مش باش يسكت، واللي يعمل على التفرقة واللي يعمل على بث خطاب الخوف والترهيب. الرسالة كانت واضحة اليوم. شكرا. لا لا لا